ترند النهارده الدولار، مفيش حاجه تانية. انا ما عرفتش انام من كتر الغيظ. مفيش تاني، هو الدولار طلع ونزل. دولار يتأرجح ما بين الصعود ثم الهبوط في ساعات قليله جدا. ده اللي انا كنت قلقان منه وخايف. صعد الدولار كل شويه، الحق الدولار دولار دولار، وبعد شويه لقينا الدولار اتهبد، نزل تحت ال 30 بقى 29 تقريبا، بعد ما كان طلع حوالي 32 نزل تاني تحت ال 30 بقى 29 تقريبا في اخر تعامل للدولار قبل الاغلاق النهارده. تعرفي ان انا فعلا كمان ما صدقتش غير لما شفت بعيني، لدرجه ان امه نفسها قالت له انت ملبوس. وبالتالي هو الدولار يستحوذ على الترند في كل حاجه، كل حاجه النهارده الترند هو الدولار. وانا بصراحه متفائل. وانا متشائم. ما فيش سيره غير الدولار، عشان ان شاء الله يبقى ب70. احنا مالنا؟ احنا كده كده فقراء. احنا كده كده فقراء. انت بتعيرنا ولا ايه يا ابو الحاج؟ فما نهتمش بالحاجات دي، في حاجات اهم نهتم بيها. الله الله، حس كده بقى يبقى نتغدى. ليه موضوع الدولار ياخد اكبر من حجمه ويطلع ترند ليه؟ بصي انا اللي فيها مكفيني، مش هتبقى انت والزمن عليا، وبعدين مش وقت كلام في التليفونات، انا 10 دقايق وجايالك. في حاجات اهم، يعني مثلا عايزين نعرف سلمى اكلت ايه تاني بعد الشواوحي والبلازيا. دي مجنونه دي ولا ايه؟ مين دي؟ وبعدين خلي بالكم ان واحده زي سلمى دي اصلا بتشتري كوز الذره ب50 جنيه، يعني هي الدولار عندها كده من زمان. احنا اللي بنشتري كوز الذره ب3 جنيه وبنفاصل فيه ونسيب الراجل ونمشي. بقول لك ايه، الله يخليك، اللي قدامك ده بيكح جبس. احنا ما نتاكدش غير لما نشوف بعينينا. احنا الدولار شفناه بعينينا، احنا اغلى ورقه شفناها ب100 جنيه. مش مشكله الحمد لله برضه. والجنيه هيسجل 28 جنيه قصاد الدولار. بس رقم جبار. عارف يعني ايه دولار واحد يساوي 28 جنيه؟ يا نهار اسود، يا نهار اسود. بلاش، لازم تعرف ولازم تثق ان البنزين هيزيد، ومش هيزيد مره واحده، ده هيزيد اكتر من مره. يا الله، معقول؟ مش بس البنزين، الغاز كمان هيزيد. فضلك تجتهدش. ولازم تعرف ان انت هتشوف اجراءات شديده في ترشيد الانفاق الحكومي. صبوري عن ابو رخامه اهلك.